ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في كامل الصحة والعافية. اللي أول مرة يشوفني، معاكم دكتورة إسراء شريف، دكتورة صيدلانية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفوط الصحية اللي بنستخدمها أثناء الولادة. طبعا هي أنواع كتير جدا، انتي بتختاري وبتجيبي اللي بيناسبك وبيريحك. لكن أنا هتكلم معاكي عن تجربتي من الولادة الأولى. وكمان مش لازم تكلفي خالص وتجيبي أنواع غالية. طبعا زي ما قلت لكم انا هتكلم معاكم من يعني ولادتي الاولانيه، وبرده ده النظام اللي همشي عليه في الولاده دي ان شاء الله. انا جبت اللي هو البامبرز اللي هو الكبير ده. تمام. ده كان الواحده ب10 جنيه، جبت 2. طبعا انت في الاول وانت في المستشفى ما بتبقيش قادره، سواء كنتي يعني والده ولاده طبيعيه او قيصريه بقى اللي هي بدون الم او بالم. تمام. ما بتبقيش قادره ان انت تدخلي الحمام كل شويه، فده بكون بستخدمه في اول يوم ولاده وانا في المستشفى. بعد كده لما بروح بجيب اي نوع تاني انا بستخدمه. بعد كده بستخدم عادي اي نوع تاني زي ما قلت لكم، اللي هو مثلا ده نوع مريحني جدا، وكمان اللي هو بيبقى اللي هو الطويل جدا ده اللي بيريحني. وبرده في نوع تاني اللي هو مولبت، ده ناويه اجربه المره دي ان شاء الله. يا رب الفيديو البسيط ده يكون ساعدكم ان انتم تختاروا. زي ما قلت لكم ان احنا مش محتاجين خالص نتكلف ونروح نشتري انواع غالية بسبب الولادة بس. دي بتبقى فترة عادية، يعني زي الفترة اللي بتعدي فيها من كل شهر عادي. بس كل الحكاية ان انتي ما بتبقيش قادرة خالص في الاول. يعني بتبقي شايله البيبي، بتبقي بترضعي البيبي، فمش قادره كل شويه تقومي تدخلي الحمام، وبالذات اول يوم. زي ما قلت لكم دي كانت تجربتي، ويا رب الفيديو البسيط ده يكون عجبكم.